السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناتي وقناتكم مطبخ ام مرام. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم محبوبه الجماهير اللي ما كتخطا حتى شي دار مغربيه وضروري تكون حاضره في الطبيله ديال العيد. غادي نحضر معكم ريش بوند على الطريقه الاصليه باش كانت كتحضر بدون زبده بدون نشا، كتجي هشيشه رطبه كتذوب في اليد قبل الفم كما كتشوفوا معايا. نتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. بلا ما نطول عليكم، بسم الله على بركه الله، نبداو مباشره في المكونات والطريقه ديال التحضير في نفس الوقت. انا احتاجيت القبيصه ديال الملحه، 4 ديال الحبات ديال البيض من الحجم الكبير، كان الحجم المتوسط كديروا 5 ديال الحبات. غادي نضيف الكاس الاول ديال السكر سنيده اللي ما عامرش كما كتشوفوا معايا، وكذلك الكاس الثاني ما عامرش، 2 كيسان ديال السكر سنيده ما عمرتهمش لاننا مازال غادي نوضعوا الحلوه ديالنا في المربى. كنضيف 2 اكياس ديال الفاني مع قشور ديال الحامضه. غادي ندمج المكونات ديالي مزيان. ضروري في هذه المرحله تخدموا السكر والبيض حتى ما كيبقاوش داك الحبيبات ديال السكر سنيده كيبانوا. انا استعملت اليد ديالي، بامكانكم انكم ديروا الميكسور او الخلاط الكهربائي باش تسهلوا عليكم الخدمه. هنا بعد ما خدمت البيض مزيان مع السكر سنيده، كنضيف الكاس الاول ديال الزيت يكون عامر مزيان ونخلط، ونضيف كذلك الكاس الثاني حتى هو عامر مزيان، 2 كيسان ديال الزيت اللي عامرين العكس ديال السكر سنيده. اننا درنا 2 كيسان ما عامرينش، راه كتجي الحلاوه هي هذيك. صافي كنطرب الخليط ديالي مزيان او كنخلط الخليط ديالي مزيان حتى كيصبح القوام بهذا الشكل هذا، ونضيف الدقيق. بالنسبه للدقيق ما عطيتكمش كميه اللي هي مضبوطه او محدده، لان النوعيه ديال الدقيق راه كتختلف كما كنقول لكم دائما، كذلك حجم البيض كيختلف. اهم حاجه والسر من اسرار النجاح ديال ريش بوند هو ان القوام ديال العجينه خاصو يكون رطب، ما تكونش جاريه بزاف وفي نفس الوقت ما تكونش متماسكه. غادي تشوفوا القوام اللي خاصنا نتحصلوا عليه. كنضيف الدفعه الاولى ديال الدقيق يكون نوعيه جيده كما قلت لكم، كنغربلوه. غادي نضيف 2 اكياس ديال الخميره ديال الحلوه حتى هما غادي نغربلهم. صافي وغادي نخلط برؤوس الاصابع فقط، كنخلطوها ما كتعجنش نهائيا، حتى هذا سر من اسرار النجاح ديالها باش كتجي رطبه كما قلت لكم كتذوب في اليد قبل الفم. هانتوما فقط برؤوس الاصابع. نضيف الدفعه الثانيه ديال الدقيق، ونجمع العجينه ديالي. غادي تشوفوا القوام اللي خاصنا نتحصلوا عليه. خاص القوام يكون بهذا الشكل هذا، ما كتجيش قاصحه وفي نفس الوقت ما تجيش خفيفه بزاف. هانتوما راه كتلتصق واحد شويه ولكن ماشي لدرجه انها خفيفه بزاف. هانتوما ملي كتشكل في اليد ما كتلتصقش نهائيا. هانتوما كما شفتوا معايا خديت كميه كنلول بها بين يديا. صافي هذا هو القوام اللي خاصنا نتحصلوا عليه. نمروا باش نشكلوا الحلوه ديالنا. هنا خديت صينيه ديال الفرن اللي وضعت لها ورق الطهي، ما كنتوش كتوفروا عليه، كدهنوا الصينيه ديالكم هي بالزيت. كناخذ كميه ديال العجينه كنلول بها بين يديا. هانتوما كما شفتوا من كنشكلها راه كنخليها هكاك كما كنلول بها، كنحطها ما كنبسطهاش بين يديا كما شفتوا معايا. وانتم كتحكموا في الحجم ديال الحلوه ديالكم، واش بغيتوها كبيره ولا صغيره. انا درت هذا القياس تقريبا، ما وزنتش ولكن تقريبا 6 7 غرام في كل هي كره باش كتجي هكا الحليوه متيوله وصغيره. كنتو بغيتو تلصقوا حبه مع حبه كما كنا كنديروا زمان، كديروا كرات اللي هما صغار بحال الحبه ديال العنب تماما، باش لان ملي كندخلوها للفران راه كتنتفخ وكيضاعف الحجم ديالها. من تحطوا الحلوه ديالكم حاولوا انكم تبعدوا بيناتهم بهذا الشكل هذا. صافي كنستمر حتى نكمل كامل الكميه اللي عندي. هانتوما بعد ما شكلتها شوفوا القياس اللي كنتحصلوا عليه. هنا كنوريكم عن قرب. في هذا الاثناء الفران كيكون عندنا مشعول من قبل، كندخلوها للفران كطيب حتى كتحمر من الاسفل، كتطلع لها الحموريه من الجوانب، كنزلوها للاسفل. ما تخليوهاش تتحمر بزاف باش ما تنشفش معكم، فقط كتذهب من الفوق كما كتشوفوا معايا. هانتوما ما كيحمرش الوجه ديالها. بعد ما خرجتها من الفران هانتوما كتجي واحد التذهيبه اللي هي خفيفه باش ما كتقصحش معنا وكتبقى رطبه. نمروا باش نحضروا المربى اللي غادي نفندوا فيه الحلوه ديالنا. هنا خديت كاسرونه كنوضع فيها الكميه الكافيه اللي تكفانا باش غادي نفندوا الحلوه. وضروري ديروا هذا الكونفيتير اللي كيكون جاري، ما ديروش هذاك اللي كيكون فيه القطع. كنضيف كميه ديال ماء الزهر وكنخلط هكا بالمعلقه باش كيندمجوا معايا. نوضع الكاسرونه فوق النار حتى كيغلى معايا هذا الكونفيتير وكنحيدها. صافي من بعد ما ندمج معايا ماء الزهر الكونفيتير وغلى الخليط، كنوضعوا فيه الكميه بكميه ديال الحلوه. كنوضع الكميه الاولى وكنخلطها.
هي على ما ترطب معنا فقط، وكنحيدوها ما نخليوهاش مده اللي هي طويله. كنحتاج كذلك الكوك اي جوز الهند اللي كيكون نوعيه جيده، هذا الميدم، باش كتجي الحلوه ديالنا زوينه، ما ديروش داك الناشف. صافي كنهز الحلوه ديالي، ضروري انكم تستقطروها من الكونفيتير، ضروري بهذا الشكل هذا، واحد الفرشيطه، عاد كنوضعوها في الكوك، ضروري تنزلوا داك الفائض. صافي هانتوما كما شفتوا معايا، كنهز الكميه كنستقطرها، كنخلي الكميه الاخرى في الكاسرونه ونرجع نفند هذه. هانتوما بالنسبه للطريقه ديال التفنيد، كنفندها تفنيده اللي هي خفيفه، وكنوضعها مباشره في العلبه اللي غادي نوضعوا فيها الحلوه ديالنا. السر باش الحلوه ديالكم ما تغمالش انكم توضعوا الحلوه ديالكم سواء في الثلاجه من الاسفل ولا في المجمد، كتبقى عندكم مده اللي هي طويله، ما كتفسد، ما كيتغير لها لا المذاق، ما كتغملش نهائي، لان بزاف الاخوات كيتشكاو ان الحلوه ديال ريشبوند ما كتبقاش معهم المده اللي هي طويله، كتغمال معهم، وكذلك المذاق ديالها كيتغير. صدقوني الا تبعتوا هاد الخطوات اللي كنقول لكم غادي تولي معتمده عندكم، وغادي تبقى عندكم كما حضرتوها. واخا ديروا فيها ماء الزهر، لان كيقول لك الا درنا فيها ماء الزهر راه كتغمل نهائيا. وضعوا الحلوه ديالكم في الثلاجه من الاسفل او لا في المجمد. هانتوما شوفوا بالنسبه للتفنيد، راه كنفندها تفنيده اللي هي خفيفه، كتهزنا داك القياس الكافي ديال الكوك. ضروري انكم تستقطروها من المربى. صافي كنحيد الكميه اللي تبقات ليا في الكاسرونه، كنوضعها في الطبيسيل، وكنضيف الكميه الثانيه بهذا الشكل هذا. صافي كنخليوها ترطب ونرجعوا نفندوا الحلوه ديالنا. بالنسبه للخليط ديال المربى مع ماء الزهر، الى برد لكم حاولوا انكم عاودوا دفيوه مره اخرى باش الحلوه ديالكم كتجي رطبه. كما قلت لكم راها كنأكد ونعاود، بلا زبده بلا نشا، وكتجي كتذوب في اليد قبل الفم. شوفوا الشكل ديالها كي كيجي ما شاء الله، علاش قلت لكم راه كيضاعف الحجم ديالها في الفران. حاولوا انكم ديروا كرات اللي هما صغار. صافي بنفس الطريقه نستمر حتى نكمل كامل الكميه اللي عندي ونتلاقاو في الشكل النهائي. صافي هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه ديالنا من بعد ما قديناها. كما قلت لكم ضروري انكم ديروها مباشره في العلب وديروها في الثلاجه باش كتبقى محافظه على المذاق ديالها. كنأكد عليكم هانتوما من بعد ما وضعتها في العلب، شوفوا الشكل ديالها كي كيجي، كتجي رائعه. وكما قلت لكم هذه راه محبوبه المغاربه، ضروري تكون حاضره في طبيله العيد، واخا نشكلوا ونوعوا في الحلوه ديالنا. صافي كنغطيها مزيان ونضعها في الثلاجه. هذه بالنسبه للطريقه ديال الاحتفاظ، وهذه المره ان شاء الله باش نقدمها معكم في الطبق ديال التقديم. شفتوا القياس ديال الحلوه كيجي هو هذاك. نتمنى اخواتي لو وصلتوا حتى لهنا كنتوا عاد ما درتوش لايك، ديروا اختكم واحد اللايك كتشجع الفيديو. كما كنقول لكم دائما ما تبخلوش عليا بداك اللايك فقط باش اليوتيوب هكا يقترح لنا الفيديو على عدد اكثر ديال الناس، باش القناه ديالنا تكبر، وبيكم باش كتزيد تكبر لهلا يخطيكم عليا. شفتوا كيستحق بارطاجيوه لي مع الاهل والاحباب وسائل التواصل باش تعم الفائده. بالنسبه للاخوات والاخوان اللي انضموا جداد للقناه كنتوا عاد ما فعلتوش زر الاشتراك، فعلوه باش توصلوا بكل هو جديد. وهنا غادي نحل معكم حيده باش تشوفوا كي كتجي. هانتوما رطبه رطبه كتذوب ذوبان. نتمنى تجربوها بهذه المقادير وبالطريقه اللي عطيتكم، واللي جربتها اخواتي ترد عليا في التعليق. وبالصحه والراحه، الى فيديو قادم ان شاء الله في وصفه جديده. مع السلامه.